لما نيجي نتكلم عن فنانتين المفروض ان هما الاتنين بدايتهم كانت متشابهة جدا في البدايات، لدرجة ان هما كانوا بيعملوا نفس الاعمال مع بعض، ولكن الخط اللي مشوا عليه في مشوارهم بعد كده كان مختلف تماما. فيا ترى مين فيهم الاذكى، منة شلبي ولا مي عز الدين؟ هحكي لك. حبي روحك في الراجل اللي قبالك، قولي في سرك انا احلى مره خلقها رب. طلع مشروعي كسب دهب، كنت ايدك حلوه يا واد يا بدي، ما بتفكرش؟ من سنة 2000 و2001 الاتنين مشوارهم بيبدأ تقريبا مع بعض، يعني عندك منة شلبي سنة 2000 في فيلم الساحر مع محمود عبد العزيز، ومي عز الدين في فيلم رحلة حب مع محمد فؤاد، ويشتركوا مع بعض في عملين، الأول مسلسل أين قلبي مع الفنانة الكبيرة يسرا، بعد كده فيلم كلم ماما مع الفنانة عبلة كامل. منة شلبي سنة 2004 ومن بعد فيلم كلم ماما تركز على أعمال اللايت كوميدي في السينما، عندك مثلا فيلم اوعى وشك وفيلم هندي. ولكن في 2004 الحال بيتغير تماما وتعمل أفلام زي بحب السيما وفيلم أحلى الأوقات. دي نعمات جابت الواد ومشي، بس يلا بقى انزل لحسن ماما زمانها جايه من العزم. ومي عز الدين تقريبا زيها بالحرف، بتشارك في مسلسلات زي مثلا يا ورد مين يشتريك ومحمود المصري ولقاء على الهوى، ولكنها بترجع تاني في السينما بأعمال اللايت كوميدي الرومانسي، إذا كان بفيلم كيمو أنتيمو أو فيلم فرح أو فيلم بوحة مع محمد سعد سنة 2005. وانا واخد حقنة كلها. بقول لك ايه، هدهنها لك معجون؟ معجون ايوه، وهات لي فرشه سنان. اما منة شلبي بقى يا معلم من سنه 2005 باعمال زي ويجا وانت عمري وبنات وسط البلد والسيد ابو العربي، وصل لحد سنه 2006 وفيلم واحد من الناس بطوله كريم عبد العزيز. وخصوصا كمان بعد ما بقيتي في التاسع. محمود ايه في حمل تتكسر. تقدر تقول ان ادائها كان ثابت في كل الاعمال دي، صحيح الشخصيات متغيره ولكن الاداء نفسه ثابت. مع اننا لو رحنا لمي عز الدين سنه 2006 هنلاقيها بتعمل فيلم خيانه مشروعه ومسلسل بنت بنوت مع الفنان الراحل حسن حسني، وفي نفس السنه تعمل اول فيلم بطوله مطلقه ليها وهو فيلم ايظن. بقت بطله مطلقه بعد 6 سنين ما ابتدت، ده غير كمان انها بادئه بعد منة شلبي اساسا، ومنة شلبي بدأت مع فنان كبير بحجم محمود عبد العزيز. تنوع الأدوار كان موجود فعلا للفنانتين، ولكن في اختيارات جعلت من واحدة فيهم بطلة مطلقة بسرعة رهيبة ومحبوبة كمان، وواحدة تانية البطولة اتأخرت عليها قوي. منة شلبي سنة 2006 تعمل أدوار منها اللي حلو لأن الفيلم حلو زي مثلا فيلم في محطة مصر، ومنها اللي كان الدور فعلا حلو برغم انه كان اوفر شوية وهو فيلم عن العشق والهوى. ولكن في نفس السنة واللي هي 2006 تعمل منة شلبي مسلسل من أحلى مسلسلاتها وهو مسلسل سكة الهلالي مع الدكتور يحيى الفخراني. خدت بالك إنها محظوظة شوية؟ على فكره ال5 دقايق خلصوا واحنا عمالين نبص لبعض. اتفضل حضرتك خير. سنة 2007 تعمل منة شلبي فيلمين وهو فيلم هي فوضى وفيلم كده رضا. طبعا هتقولي انها كانت حلوة جدا في الفيلمين، هقولك ان الفيلمين هما اللي كانوا حلوين، لان في الفترة دي مي عز الدين بتعمل فيلمين، فيلم عمر وسلمى الجزء الاول وفيلم شيكامارا، الفيلمين اللي ما كانوش هينجحوا من غير مي عز الدين. انا اروح عند امي اشرب براحتي، لا حد يزقلها بالطوب ولا حد يشيل. تعالى الاوضه من هنا. عبقرينه هيطلع يقول لي ان منة شلبي كان اداء حلو جدا في فيلم اسف على الازعاج، هرجع واقول له ان الفيلم كان نفسه حلو باداء احمد حلمي، وان اداء منة شلبي في اسف على الازعاج ما يفرقش كتير عن ادائها في فيلم كده رضا. انت لو ركزت شويه هتلاقي ان منة شلبي مبدعه في نوع معين من الشخصيات، لو خرجت براه بتكون ثابته في الاداء تماما. عندك اعمال مثلا زي فيلم في محطه مصر وفيلم الاولى في الغرام وفيلم كده رضا واسف على الازعاج، كلهم ادائهم تقريبا واحد، الشخصيه بس هي اللي بتتغير والقصه اللي فيها الشخصيه، لحد ما بتيجي سنه 2009 وتتحط منة شلبي في الدور الافضل ليها وهو الدور اللي خلاها مبدعه بعد كده، وهو فيلم بدل فائد بتاع احمد عز. طلع مشروعي كسب دهب، كنت ايدك حلوه يا واد يا بدي، ما بتفكرش؟ هو ده الاداء الافضل لمنة شلبي، ولا لو انت بنحبها بسببه. ولما بتخرج من الاداء ومن الكاركتر ده او من نوعيه الشخصيات ديت تقريبا ادائها بيكون ثابت، واكبر دليل على كده هو فيلم نور عيني بطولة تامر حسني اللي رجعت فيه بنفس الاداء الثابت بتاع الافلام اللي قبل كده. تعب نفسك قوي انت على فكره. على ايه؟ كان ممكن تقول لها قومي مشي من بدري. اما مي عز الدين فمن 2010 وهي تعتبر خلاص بطله مطلقه المسلسلات من بطولتها، اذا كان مسلسل قضيه صفيه او الشك او وعد او حاله عشق او دلع بنات او غيره من المسلسلات اللي بجد ناجحه ليها. بعد كده بتعمل لك سنه 2019 مسلسل البرنسيسه بيسا، المسلسل اللي بيفشل تماما لمي عز الدين،
ولكنها بذكائها بترجع تاني تعمل لك مسلسل خيط حرير اللي بتلم الدنيا تتفرج عليها في المسلسل. وكان اخر عملها في التلفزيون هو مسلسل جزيرة غمام ومسلسل سوق الكانتو. تعلمت كيف عينك تبقى صنارة تشبك خشم السمكة اللي في عين الراجل. تعال بقى نرجع لمنى شلبي، لان انت لو من معجبينها دلوقتي زمانك مش طايقني. سنة 2011 منى شلبي تعمل لك كام عمل كده، منهم مثلا فيلم إذاعة حب وفيلم بيبو وبشير وفيلم حلم عزيز. خليني اقول لك ان ادائها ثابت في ال3 اعمال دول، يعني بره الاداء اللي انا وانت بنحبه لمنى شلبي. بعد كده تيجي في النص وتعمل لك مسلسل نيران صديقة، المسلسل اللي انا معاك انه حلو جدا كمان. ولكن من 2015 وفيلم نوارة ومسلسل حارة اليهود ومسلسل وحدة الغروب ويرجع يثبت ادائها من تاني. تعتبر الأعمال ناجحة وأدائها ناجح، ولكنه دايما كان ثابت، بمعنى إن الروح ثابت للشخصيات وكأنها بتصورهم كلهم في نفس الوقت تقريبا. بمعنى ان اي فنان محتاج فترة علشان يخرج من الشخصية للتانية عشان تحس انت بان في فرق في الشخصيات. هديك مثال، فاكر فيلم الاصليين وفيلم تراب الماس؟ منى شلبي كانت مشتركة في الاتنين، طلع لي فرق اداء ما بين الاتنين دول. انت مين عشان تحكم عليا وتعمل من نفسك ايه؟ الموضوع بقى متعقد قوي. تكونش احنا كمان السبب في الحرب العالميه الثانيه؟ ما تفوق يا استاذ. وانا بقى امينه عايز تقعدني في البيت وتدفن موهبتي وتكبت حريتي. اسفه يا بيه انا مش امين. ده غير بقى ان كل الاعمال اللي اتكلمنا عليها واللي تعتبر ناجحه لمنى شلبي كلها اعمال بجد كويسه، يعني كانت هتنجح بوجود منى شلبي او بعدمه. ولكن خلينا نروح لسنه 2020 عشان انت تقريبا بدات تكرهني. سنه 2020 تعمل مسلسل في كل اسبوع يوم جمعه، ومن هنا تبدا منى شلبي مرحله اكتمال الموهبه والتحكم فيها. من 2020 اقدر اقول لك ان منى شلبي بدات تقدر تتحكم في موهبتها الكبيره. يعني عندك مثلا سنه 2021 تعمل الجزء الثاني من مسلسل لكده، وسنه 22 تعمل فيلم من اجل زيزو، الشخصيه الافضل بالنسبه لي لمنى شلبي. الواد ده داخل مسابقه مع زكريا. وسنة 23 تعمل مسلسل تغيير جو. فبالتالي احنا عندنا هنا موهبة كبيرة بس ما كانش في تحكم في الموهبة نفسها. الفرق ما بين منى شلبي ومي عز الدين هو الفرق ما بين الذكاء في الاختيارات، ما بين واحدة بسبب اختياراتها قدرت تكون بطلة أسرع برغم انها مش موهوبة قوي، وواحدة تانية تعتبر موهوبة جدا ولكن اختياراتها حبست أدائها في شكل معين في معظم الأعمال. مي عز الدين بالنسبة لي يا معلم هي الأذكى باختياراتها بأعمال كوميدية ورومانسية ومسلسلات كتيرة كانت بجد شبهها. اما منى شلبي بالنسبه لي فتعتبر محظوظه جدا لاشتراكها في اعمال كتيره كانت ناجحه اصلا، فاصبحت منى شلبي جيده لجوده العمل ككل. المهم انت قول لي رايك، شايف مين الاذكى فيهم في اختياراته في مشواره، اذا كانت منى شلبي او مي عز الدين؟ مستني رايكم في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي. حبي روحك في الراجل اللي قبالك، قولي في سرك انا احلى مره خلقها ربنا. مشروعي كسب دهب وانت ايدك حلوه يا واد يا بيتي، ما بتفكرش؟